يا مساء الورد والفل والياسمين على احلى واجمل متابعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل مع بعض بربع فرخه. هنعمل الغدا الجميل اللي قدامكم ده، والله العظيم والله العظيم ويشهد عليا ربنا ان بربع فرخه بس. ربع فرخه مفيش غيره. عملنا بيها الصينيه الجميله اللي انتوا شايفينها دي. حاجه كده تحفه وجميله، وما اقولكوش بقى على الطعم ما اروعه وما احلاه. حاجه بجد تحفه تحفه تحفه. معايا طبعا زي ما انتوا شايفين كده، معايا خضار مشكل. ويعني عملنا كده جنبهم شويه رز بالشعريه. وبجد بجد اكله تحفه. طبعا انا كنتش ناويه ان انا اصورها معاكم، بس حبيت ان انا اوريكم انه تقدروا تعملوا بربع فرخه، تعملوا اصناف كتيره زي ما انا عملت معاكم كده فيديوهات كتيره. وزي ما انتم شايفين الاول كده معايا صينيه حطيت فيها بسله بقى خضراء، على جزر، على بطاطس، على قلقاس. انا كنت مفرزه القلقاس والبسله والجزر ده مع بعضه. كان عندي قلقاسيه كده فقلت ايه، هعملها معاها. يعني هي جت بالصدفه كده. عايزه اقول لكم ان كان طعمه بجد تحفه، والقلقاس كان دايب وجميل جدا. فطبعا انا ما كنتش ناويه ان انا اصورها معاكم، وبعدين قلت لا، طب انا اصورها معاكم وانزلها. ويعني اوريكم كده بربع فرخه عملنا غدا جميل جدا وحلو. طبعا عملت معاكم الكفته قبل كده. بنجيب صدر الفرخه. صدر ورك. المهم يعني ايه، صدر بيبقى فيه لحم كتير عن الورك. وبعد كده بقى فرمته، وبعد كده فرمت بصلايه مع فلفل، مع بصلايه وفلفل وعود من الكزبره الخضراء. فرمتهم لوحدهم الاول، بعد كده صفيتهم وفرمت ربع الفرخه لوحده. وضفتهم على بعض مع معلقه بقسماط، حطيت التوابل وقلبتها زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده صبحتها وحطيتها بقى ايه، يعني سبتها شويه كده في التلاجة تتشمع. بعد كده حطيت بقى، جبت صبحتها بالشكل ده، عملتها كده صوابع صغيره، يعني كفته كده صغيره. وتقدروا تعملوها في صينيه بطاطس زي ما يعني تقدروا تعملوها في صينيه بطاطس، تقدروا تعملوها في صينيه خضار، زي تقدروا تعملوها كده وجنب منها طحينه وبطاطس كده، ويعني اللي انتوا عايزينه. طبعا أنا عملت معاكم الكفته دي كتير. فبعد بقى ما وقعدت حطيتها في التلاجة واتشمعت شوية، طلعتها بقى وصبحتها وحمرتها كده في شوية زيت بساط. ويعني حمرتها كده من جميع الجوانب، علشان طبعا احنا هنحطها في صلصة. يعني عايزينها تبقى متحمرة كده وحلو. طبعا معايا بقى جناحين اتنين، ومعايا الرقبة بتاعة الفرخة. هحطها بقى معاهم كده، وبعد بقى ما هديهم غلوة، يعني بعد بقى كده ما سبكت الصينيه بتاعتنا وخدت غلوه وحمرت الكفته. وطبعا الجناحين استووا مع الرقبه. هديهم بقى غلوه كده كلهم مع بعضهم، وهدخلهم في الفرن ياخدوا بقى وش كده، علشان طبعا الجناحه دي تتحمر معانا والرقبه. وزي ما انت شفتوا ده في اول الفيديو، عملنا جنب منها يعني كده رز بالشعريه، وعملنا سلطه وبدنجان محدق، وعملنا كده مخلل، وعملنا قته. وكانت اكله جميله جدا جدا، واكله حلوه، واكله كده تاكل 5 افراد. يعني لو انت عيله 5 افراد هتاكلوا لما تنبسطوا. وعايزه اقول لكم على الطعم بقى بجد بجد تحفه. واتمنى انكم تجربوها، هتعجبكم جدا. يعني بفرخه واحده نقدر نعمل 4 وصفات ل4 ايام. بدل ما ناكل الفرخه في يوم واحد، لا احنا بنعمل كل صدر نعمله كده وصفه. وزي ما انا عملت معاكم كده في وصفه، عملت معاكم صينيه الكوسه. وعملت معاكم اللهم صل على النبي الرز البسمتي وجنب منه الكفته. يعني نقدر نصنف كده زي ما احنا عايزين. فلو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.